سلام حبيباتي، ان شاء الله فيديو اليوم يلقاكم ملاح وبصحة جيدة. اليوم جبت لكم فطيرة محشية سهلة سريعة وبزاف بنينة. نجيب العجينة السائلة، ما فيها لا عجن لا دلك، لا تخليها تخمر لا تقعدي تستناي. بدون إطالة راح نبدأ مباشرة في طريقة التحضير بعد الصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. بسم الله على بركة الله. أولا بديت بالحشو، درت كمية من الزيت ولا زيت الزيتون، حوالي 2 حبات من البصل. من بعد ضفت عليها كمية من دنداشي، هنا شريت 30,000 دنداشي. وانتم تقدروا ديروا لها فحص كيما حبيتوا، تقدروا ديروها بالسلق تاني راح تجي بنينه. مي انا حبيت نديرها بهذه الطريقه، ودنداشي جاتني بزاف بنينه كيما على بالكم. من بعد قطعت حبات رشي قطع صغيره الحجم باش يذوب لي بالخف. وانتوما تقدروا تضيفوا لها الخضر اللي حبيتوهم، تقدروا تزيدوا لها الجلبانه، تقدروا ديروا لها الزيتون كيما حبيتوا. من بعد ضفت لها ثاني حبه طماطم متوسطه الحجم اللي كنت ثاني قشرتها وقطعتها مكعبات صغيره الحجم. من بعد بديت نتبل فيها ملح، فلفل كحل، الكمون والكوري والعكري وشويه زنجبيل. دونك هذه الفطيرة تقدري تفحصيها كيما حبيتي وعلى حسب واش متوفر عندك في البيت. هنا بعد ما طاب لي الحشو ديالي ضفت له تاني كمية من فخوماج غابي اللي راح يعطي بنة، وتاني راح يخلي الحشو ديالك يتعلك. وتاني كما راكم تشوفوا هنا استغنيت تماما على طماطيش مصبرة. من جهة أخرى خليت الحشو ديالي يبرد ورحت نحضر في لابات فيها 2 حبيبات بيض. ضفت معاهم نص كاس من الزيت النباتي، وقعدت نخلط وممتو نضيف الزيت تدريجيا باش ندخلو مليح في هذاك البيض. زدت تاني درت نصف كوب من الحليب، شوية على نصف كوب يعني حوالي كوب إلا ربع من الحليب، مغرفة سكر صغيرة، مغرفة من خميرة الخبز صغيرة تاني. من بعد ضفت تاني خميرة الحلوى نص باك يعني 5 غرام. أما بالنسبة درت تاني الخل ملعقة تأكل ديال الخل، وبديت نضيف فيه لافارين تدريجيا. أنا خدت معايا حوالي كأس عفوا 2 أكواب إلا ربع من لافارين. وانتوما ضيفوا خلطوا يعني على حساب الحاجة. ديروا الكوب الاول ديال لافارين، الكوب الثاني بداو تضيفوه بالمغرفه وخلطوه حتى تحصلوا على القوام اللي راكم حايبينه. هنا درت الملح باسكو نسيتو، درت يعني حوالي ملعقه صغيره من الملح ماشي معمره مليح. وزيد درت السانوج، هنا الزرارع اللي تحبوهم ديروهم فيها. هذا السانوج راح يعطي لها بنه هايله وثاني كيما على بالكم مليح للصحه. هنا الحشو زيد ضفت له ثاني 2 ملاعق من فخوماج بلون مع حبه من البيض. اي فوالا لو بلا ديالي راح ندير فيه هذه الفطيره. هنا تاني اذا كنتو تحبوا الحار تقدروا تضيفوا الحار. درت كميه من العجينه لابات اللي كنا حضرناها مع بعض. من بعد درت الطبقه الاولى بالبطاطا المقليه اللي قطعتها دوائر، زدت لها طبقه من الفخوماج هذاك الغبي، زدت قطعته بهذا الشكل. بعد ضفت هذاك الحشو. هنا سواء تقدروا ديروها طبقات يعني يجي العجين في الوسط، ديروا طبقه تاع الحشو من بعد العجينه، من بعد زيدوا تكملوا طبقه تاع حشو واحده اخرى، من بعد زيدوا تغطوها بالعجينه. مي انا هنا درت 2 طبقات برك، فرشت لها القاعده بالعجين، درت لها فخس. من بعد هنا كيما راكم تشوفوا زيد درت البطاطا المقليه فوق هذيك الحشو اللي كنا طيبناه مع بعض. زدت غليت 3 حبات ديال البيض وقطعتهم شرائح
كما راني موضحة قدامكم في لا فيديو. قلت لكم الحشو اختياري، انا جاتني فكرة هذا الحشو دونك درتو. زدت درت له تاني فروماج غابي من فوقه، وزدت كملت فرغت واش بقى لي من العجينة. صدقوني حبيباتي تجي بزاف بنينة سهلة التحضير، تجي ولا اروع. دخلتها الفرن على حرارة 180 درجة، خليتها نص ساعة لو طون بدات تتحمر لي من الفوقه. شعلت خرجتها، مسحتها بصفر بيضة مع الخل، وزدت رشيت لها السانوج وشعلت عليها من فوقها برك حمارت لي. اي فوالا حبيباتي فطيرتنا راهي واجده، صدقوني من اروع ما يكون، بزاف بنينه خفيفه وراح تسلككم، يعني حتستعملوها هكا مملحة سهلة وبسيطة. جسبر حبيباتي تجربوها وتخلوا لي آراءكم في التعليقات. كما حبيباتي ما تنسوش تشجعوني بلايكاتكم وتعليقاتكم باش تشجعوني على الاستمرار، بارطاجيو قد ما تقدروا باش تشجعوني. نقول لكم صحة فطوركم، صحة رمضانكم، تقبل الله صيام الجميع. شكرا لحسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه.